كبران تخاطلت مدبنا كما يحضركم كما يوعلكم مساخم راديو دمص حرنت هغراو هدت كاب هاغرا شودان إزي راديو دمص حرنت هغراو هدت كاب هاغرا شودان إيو كبران تخاطلت مدبنا بأرديهم ردينا راديو دمص حرنت هغراو هدت كاب هاغرا شودان كم تلمود كل جزء قدام كاب ساعة حاديك ساعة كلتن ربعين فن وراديو كلت يوم علاوين قنقاتنا تقرين عن عرب إنه نجمر بمغتصال كبران تخاطلت مدبنا مباري مسناي لهم مدماتنا نمللاي داكل قداماي كم تلمود سمناو زينا خلونا كم اون اقداسي استمهرو وي كمان حبريتا وي كاني سمعتا وي كمان صوعيت سبات بتحتمل كي منبار كم لمود انتوس كوسدو انت جميرهم تنبور سرعات كا هيوت قصلكم زلو خفلت زبل اقداس زخنه تنتاني خنا قرب انا كبران تخاطلتي مسؤون أقدستي زبلنا يوم مرصات زيماتات بوغونكم زتمرصون نخلتات زغلصون ناي نفسهر الأمين عبد اللطيف تحالف خلت تاشمون لمون حوس كنبلينا خمون ناي نفسهر يمان كان أسنينا خنقرب لكم كن فتنينا بمغصال كم تلمود زلكم رئيتو حبريتا سلامتاهون ناي زخنا بريچا ناي درفي كمون رئيتوكم نهزبي تقام زتولكم مو حنغو فايلنا نقبلو حمسنا بنحبت صخا دغيمنا نحبر قطتا ختراخبو من استوديونا مستديو خا ناي استوديونا قصر سلكي 031 26 10 9 خوشت هاغر شودن كوينو كاوصايم زخون 004 26 31 26 10 9 لكم كدولو مرحبا نبلكم دحر من فتسام ملو مدبنا خا نخلو قريصنا اب يوتيوب اب حرنت اورج وي كمان دمص حرنت جيميل اتيخم كمان ريتكم خن او اتيخم كا خصمعناكم تخلو دغيمنا نحبر سلازي دحر قرب دقائق ابر زينا خناتينا نايلومي اقربتنا دالوتن صاقلتان باير جبر ولدن بتغرينيا كم ون محمود اسماعيل كا بقنق عرب كقربلنايو سناي مكتتال غبرلنا
أرست زينا علت 26 نحاسة 2017 عام تمرد فرنجي شودن عمتاو قبائي سلفي ديمقراسيز بإرترا چنفر شودن قصر حاده بعوض تزازيمو دقنا شودن هاقر شودن تي بسوشال ديمقراتنان كمون مليو بارتي الزمر زل منقستي زقبرو متعرراي زوز دمسي سمع دقفنت كله خلو زلع عليه باجس سلعتي هيبو ناي مدراتنا مراحيت سلفي كاب سلطانا خم دورة تحبيرا شامناي سروع أخيوا مأكلاي بايتو سلفي ديمقراسيز بإرترا لومي على 26 كجمر إيو سلفي ديمقراسيز بإرترا اتي أبي إيطاليا أبل علي إترتراويان إثيوبيان زور الزلو قفعي مسأوعتا نابناي وطاي قداي منستر هاجر طليان صحيفة إيطاليا أبزنورو هنصا أبلعلي سوغوغوتوم سدتنياتات إثيوبيان إرتراويانن تقبرو زلا غونصاوي إيسب أو همخانو بمول عالم توقس الله باريس فرنسا بقلباتو منقص فرنسا أب قدناتات باريس كحضرو زصنحو إرتراويان زركوهم كلتشعن حمجتمي سدتنياتات ناو حسبوتا كم زقعزتهم من جتات رد إرنا حبيرهم ليبيا أبزي حقاون سجار سدتنياتات كنتب صنحي علول زخون ليبياوي سمسار مالت الداناغري أبقى دخم زقاتو تفليتو جبسي قرأتها ناب إيطاليا خسوغرو زحازتهم إسران حدن إرتراويان منقست جبسي ناب إمباس إرترا أب كايرو أركباتهم تباهلو أوغندا أب أوغندا حكاية سنحي نا إيجاد أمونغو أبالات هاجرات أوروب أفريقيا تمحبرنا أفريقياويان نسأ من قصاص كله خاء ندقنا تصوعو حبرات هاجرات أمريكا من محدار ترام دسوغوغو زيغاتا مقبال زأبي 4 هاجرات ناي فيزا أقدا 5 قبره يقلس ناي مودة زينانا بايتو صدت حبرات هاجرات مجمر تاقزي أو وصعي كاب وانا مدبرو نيويورك أب إثيوبيا عدي سابا حكايتكم مخانو تحبيرو زينا بزرزر عمتاو قبائي سلفي ديمقراسيز بإرترا چنفر شودن قصر حاده بعوض تزازيمو بعلت 19 نحاسة كلتشعن 10 عمت مرت فرنجي چنفر قصر حاده أب هاجر شودن أب تحتي تكالاوي قالسنا وحس عوتنا بزبل چرحو أب كتما أبصولا قبائيو أكايدو أبو أمبر چنفر دكتور هابتي ميكائيل تخلو برهان ناي سلامتان قعد حان مزاقكم من الأختو دحر مغرب ملآتو قبائين أجندا قبائين بدمس آخبانياتات صديقو قصيلو دما حاوي ساق ولد مريم أبو أمبر سلفي ديمقراسيز بإرترا زوبا إيروبا نقبائيز لأخونا مل دقف تنبيبو سعبو حاوت هاي غلطة أبو أمبر سلفي ديمقراسيز بإرترا چنفر قصر خلطة شودن بأكالاب تبوتا قبائي ترخيبو نهزبنا عبر عتم الكاوي
ንምንጋፍ ዝግበር ቃልሲ መሪር ቃልሲ ክሕይልን ሓድነት ሰልፊ ክዕቆብን ኩሉ ዝቃል ጻዕርታት ክግበር ድሕሪ ምዝኽኻር ምእንቲ ሰላምን ፍትሕን ዕጥቅና ዝያዳ ከነደልድል ከም ዘለና ድማ ኣስሚሩሉ ብሓፈሻው ከዓ ኣሰካፋሃላት ህዝብናን ሃገርናን ዝገልጽ ጭርሖ ጉባኤ ብሩህን ሓባርን ጸውዒት ብምዃኑ ብምእማት ንቐጻሊን ሓባራዊ ስጡም ቃልሲ ከም ዘድለ ከዓ ኣብርሂው እዚ ንሙሉእ ሰላምን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ መሰረት ዝገበረ ጉባኤ ኣብ 4 ሰዓታት ዝወሰደ ስርሑ ኣብ ፖለቲካዊ ምድባውን ገንዘባውን መዳያት ጨንፈር ዘበርክቶ ተራን ተሳትፎም ብግቡእ ገምጊሙ ንመዝመጽእ ዓመት ከዓሞ ዘሎ መደባት ሓንጺጹ ቀንዲ ካብቲ ንፖለቲካዊ መደብ ቅዋም ሰልፊ ግቡእ ምክትታል ኣብኡ መሰረት ዝገበረ ንሓድነት ሓባራዊ ስራሕ ተቃውሞ ደንበ እጃሙ ክጻወት ዝብል ነበረ ድሕሪ እዚ ንዓመተ 2017-2018 እተገልግል መሪሕነት ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ መሪጹ ኩሉ ስራሓት ሰልፊ ኣድማዓይ ዝኸውን ድማ ውሽጣዊ ሓድነት ሰልፊ ምድልዳል ቀጻሊ ናይ ተሃድሶ መስርሕ ምክያድን ምዃኑ ድማ ጉባኤ ኣረጋጊጹ ንህሉ ጸገማት ሰልፊ ብምጥማት ናይ ርእይቶ ፍልሊ ንቡር መስርሕ ፖለቲካዊ ምዃኑ ብምእማን ንዝገሃዱ ሽግራት ንምፍታሕ ዝውሰዱ ስጉምቲ ግን ኣብ ሕጋውን ቅዋማውን ኣሰራርሓ ወጻኢ ክኸውን ከም ዘይብሉ ከዓ ጉባኤ ኣስሚሩሉ ጉባኤ ነቲ ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ አንጻር ሰልፍን ሕጋዊ መሪሕነትን ዝካየድ ዘሎ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ዘየገልግል ናይ ጸለመ ወፈራታት ብምዃኑ ብምእማን ብምሉእ ድምፂ ኣብ ጎኒ ሕጋዊ መሪሕነቱ ምህላው ከዓ ኣረጋጊጹ ንኹሎም ግዳይ ናይ ዝወፈራ ዝኾኑ ንጹሃት ተቓለስቲ ድማ ኣብ ቀልቦም ተመሊሶም ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ መንገዲ ክመርጹ ጉባኤ ጸዊዑ ኣብ መደምደምታ መሪሕነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንህሉ ኩነታት ደንበ ተቃውሞ ዳህሲሱ ውሽጣዊ ሓድነቱ ገምጊሙ ኣብ ዲፕሎማስያውን ዜናውን ጉዳያት ምስ ኩለን ናይ ተቃውሞ ፖለቲካውን ውድባት ሰልፍታት ሓቢሩ ክሰርሕ ቃልሲ ክሰርሕን ክቃለስን ዝኽእል ዕማመ ምቕራቡ ጉባኤ ከዓ ኣመጒሱ ብሓፈሽኡ ከዓ መሪሕነት ሰልፊ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2 ዓመት ግዜ መሪሕነቱ ዝዓመሞ ጉዳያት ከዓኒ ብዕሊ ንኢዱ ክብርን መጎስን ሰማዕታት ዓወት ንፍትሓዊ ቃልስና ውጥቀት ንግደፋውያን ንሓባራዊ ስራሕ ምስ ኩሎም ሓይልታት ደንበ ተቃውሞ ከዓ ንበገስ ሻምናይ ሱርዓ ኸይባ ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 26 ነሓሴ ጀሚሩ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ፈጻሚ ሽማግለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ክፍላ 2016 ክሳብ ክፍላ 2017 ናይ ዘካየዶ ንጥፈታት ሃለዋት ህዝብን ደንበ ተቃውሞን ብዝምልከት ጸብጻብ ክሰምዕን ክመያጥን ከዓ እዩ ኣብ ርእሲ ድማ ኣኼባ ዝዛረበሎም ጉዳያት እማሜ ሰልፊ ንሓባራዊ ዕዮ ደንበ ተቃውሞ ሓይልታት ምስ ተቃውምቲ ውድባት ዝካየድ ልዝብ መስርሕ ምሕዳስ ሰልፍን ጉዳይ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ዘጠቓለለ ከም ዝኾነ ኣጀንዳኡ ከዓ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣኼብኡ ዝገብሮ ማእከላይ ባይቶ ሓድሽ ኣቦ ወንበር ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክመርጽ ንውፅኢት ኣኼባ ዝምልከት ከዓ መግለጽ ከም ውፅእ ከም ምዃኑ ሓቢሩ ሮማ ኢጣልያ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር አንቶኒዮ አልፋኖ ብዕለት 25 ነሓሴ 2017 መልእኽቲ ልኢኹ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዝለኣኾ መልእኽቲ በቲ ኣብ ልዕሊ መዕቆቢ ዘይብሎም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ዝተወስደ ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢ ናይ ካብቲ ግዝያዊ መዕቆቢ ናይ ምስጓጎም ስጉምቲ ዝወሰዶ ኣገባብ ስምባደን ሓዘንን ከም ተሰምዖ ገሊጹ ምዛ ተሓሒዙ ከዓ መንግስቲ ኢጣልያ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ህፁፅ ተረኽቦ ብግቡእ ከጽንዖን ቆላሕታ ክገብረሉን ከዓ ጸዊዑ እቲ መልእኽቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ስጉምቲ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ምስ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ብዘሎ ታሪኻዊ ምትእሳር ብዙሓት ኤርትራውያን በዚ ስጉምቲ እዚ ኣዝዮም ከም ዝሓዘኑን ከም ዝጓሃዩን ከዓ ኣመልኪቱ እቲ መልእኽቲ ናይ ኣብ ርእሲ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢጣልያ ብሓፈሹ ብዛዕባ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ ብጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝያዳ ክትገዝዶሶ ሞራላዊ ግዴታ ከም ዘለዋ ከዓ ጠቂሱ ኣዴታት ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 800 ሰባት ኣብቲ ጥቓ መደበር ባቡር ዝርከብ ፒያሳ ኢንዲፔንደንሳ ኣብ 2013 ጀሚሮም ስደተኛታት ክዕቀብሉ ዝጸንሑ ህንፃ ከም ዝተሰጉ ጸብጻባት ከዓ ኣብ ሙሉእ ዓለም ይቃላሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ
ፖሊስ ኢጣልያ ነቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝነበርዎ ህንጻ ዝሰጎጎም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ዝሓድሩሉ ጎደናታት ብምታኖም ጎነጽ ይጥቀም ምህላው ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሙሉእ ዓለም ይነቕፍዎን ኣመልኪቶምን ኣለዉ እቶም ብቐዳም ዕለት 19 ነሓሴ ኣብ ዝነበርዎ ህንጻ ተሰጉ ነፍሰ ጾራትን ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ህጻታትን ኣካለ ጎደሎን ዝርከቦም ኣስታት 1000 ስደተኛ ብዘይ ዝኾነ መጽለሊ ኣብ ማእከል ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሜዳ ፒያሳ ኢንዲፔንደንሳ ደርብዮሞም ኣለዉ ፖሊስ ኢጣልያ ነቶም ብዘይ መጽለሊ ዝተረፉ ስደተኛታት ኣብ ጎደና ሜዳ ፒያሳ ኢንዲፔንደንሳ ንምብታኖም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ስርሒት ማይ ብናህሪ ዝሕንበብ መኻይን መጥፋእቲ ሓዊ ኣባትርን ከም ዝተጠቕሙ ዘመልከቱ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ፖሊስ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ስደተኛታት ጎነጽ ምጥቃም ከዓ ኩሎም ኮኒኖሞ ኢጣልያ ኣብቲ ሓደ ኣረጊት ህንጻ ከተማ ሮማ ተዓቂቦም ዝጸንሑ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ዝርከቦም ኣስታት 1000 ዝኾኑ ብቐዳም 19 ነሓሴ ብሓይሊ ናብ ግዳም ከም ሰጎም ዝከረ እዩ እቶም ስደተኛታት ህንጻ ምስጓጎም ናብ ዝኸዱ ወሳኣኑኻ ኣብ ማእከል ከተማ ናይ ሜዳ ፒያሳ ተኣኪቦም ክሓድሩ ከም ዘለዉ ከዓ ይፍለጥ ሕጂ ኩሎም ፖለቲከኛት ናይ ኢጣልያን እውን ዓቢ መዛረብ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ መንግስት ፈረንሳ ኣብ ጎደናታት ፓሪስ ክሓድሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ዝርከቦም 2500 ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ኣግዒዙ መንግስት ፈረንሳ እቶም ቴንዳታት ብምዝርጋሕ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ፓርክታት ትሕቲ ባቡራት ዝሓልፋሉ ቢንቶታት ክሓድሩ ዝጸንሑ ስደተኛታት ኣብ ኣስታት 30 ኣውቶቡሳት ጽዒኖም ናብ 18 ግዝያዊ መጽንሒ ቦታት ጸጊዖም ወሲዶሞም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ፈረንሳ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት 35 ግዜ ተመሳሳሊ ወፍሪ ብምክያድ ኣብ ጎደናታት ጸንሑ ኣሽሓት ስደተኛታት ሓድሽ መናብሮ ንምጅማር ናብ ዘኽእሎ ዝተፈላለየ ከተማት ከም ዘጉዕዝዎም ከዓ ይፍለጥ እዚ ብዓርቢ ብዕለት 18 ነሓሴ ዝተኻየደ ምስግጋር ከዓ ኣብ ጎደናት ጸንሑ ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ከዓ መቐጸልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጸንሐ መደባት ምዃኑ እዩ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ሓድሽ መስርሕ ከም ዝትኽተል ዝገልጽ ፕሬሲደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ክሳብ 2019 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣስታት 12000 ግዝያዊ መጽንሒ ስደተኛታት ክምስርት ከም ምዃኑ ከዓ ተማባጺዑ ኣሎ ሊብያ ኣብ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ስደተኛ ክነጥፍ ጸንሐ ዕሉል ሊብያዊ ሰምሳሪ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ምንጭታት ራድዮ ሬና ከም ዝሓበርዎ ኣብ ሊብያ ኣብ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ስደተኛ ክነጥፍ ጸንሐ ዕሉል ሊብያዊ ሰምሳሪ ፋሂም ሳሊም ቢን ከሊፋ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኣብ ከተማ ጠራብሉስ ዝመደበሩ ኣሃዱ ምቁጽጻር ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ስደተኛ ዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት እቲ ሊብያዊ ሰምሳሪ ነዊሕ እዋን ክህደን ድሕሪ ምጽንሑ ኣብዚ ሳለስቲ ብቀይቲ ከም ዝኣተወ ከዓ ተፈሊጡ ቢን ከሊፋ ናብ ቤት ፍርዲ ቀርብ ኮኑ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ከተማ ጠራብሉስ ብምጥቃስ ማዕከን ዜና ኦብዘርቨር ሓቢራ ኣብ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ስደተኛ ዝነጥፍ ሊብያዊ ኣብ ትሕቲኦም ከዓ ከም ኣዋሃትን ደላሎን ዝዋሱ ዜጋታት ኤርትራውያን ኢትዮጵያን ሱዳን ከም ዘለዉ ከዓ እቲ ዜና ደጊሙ ሓቢሩ ግብጺ ናይ ኢጣልያ ክሰግሩ ዝሓሰቡ 21 ኤርትራውያን ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካይሮ ኣረኪባ ፖሊስ ግብጺ 21 ኤርትራውያን ዝርከቦም 47 ሰባት ጽዒና ናብ ኢጣልያ ዝተበገሰት ጃልባ ከም ዝሓዙ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን ኣብታ ቅድሚ ምብጋሳ ኣብ ዞባ ከፈር ሸኽ ኣብ ዝርከብ ገምገም ባሕሪ አልቨርሰርስ ዝተታሕዘት ጃልባ 6 ደቂ ኣንስትዮ 2 ቆልዑት ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ፖሊስ ግብጺ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ከም ዝረከቦም ተፈሊጡ ወነንቲ እታ ጃልባ ዝኾኑ ምግፋፍ ዓሳ ዝነጥፉ 2 ግብጻውያን ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ክስተ መስሪትሎም ከም ዘሎ ይፍለጥ እታ ጃልባ ኣብ ተሓዘትሉ እዋን በቶም ኣቀዲሞም ኣብ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ዝነጥፉ ጸንሑ 2 ግብጻውያን ዝውነን ጠበናጁን ተታሒዙ ከም ዘሎ ተጸብጻብ ናይ ፖሊስ ይውስኽ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛ እናኾነ ክመጽእ ዘሎ እዋን ገሊኦም ኣስገርቲ ወይ ሰምሳራ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘበገስዎ ስደተኛታት መንገዲ ገምገም ባሕሪ ግብጺ ከሰጋግርዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ከዓ ይፍለጥ ኢጋድ ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራት ነጻ ምንቅስቓስ ህዝቢ ክህሉ ጸዊዓ
ናይ መንግስታትን በዓል ስልጣን ልምዓት ማለት ኢጋድ ኤርትራ እትርከበን 8 ሃገራት ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ክህሉ ጸዊዑ እዚ ዘባው ማሕበር እዚ ነቲ ዝጸውዖ ኣብ ዕለት 21 ክሳብ 23 ነሓሴ ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ኤንቴቤ ኣብ ዘቃንዑ ኣኺቡ እዩ ተዛቲሉ ኢጋድ ክምስረት እንከሎ ሓደ ካብቲ ዕላማታቱ ንምንቅስቃስ ህዝቢ እተን ሃገራት ምዃን ዘስመረ ዋና ጸሓፊ እቲ ማሕበር ኣምባሳደር ማሕቡብ ሙዓሊም ብሰንኪ ውሽጣዊ ግርጭት ደባዊ ኩናትን ግናዛጊት ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዓለ ከዓ ኣተሓሳሲቡ ይኹን እምበር እዚ እውን ዘይሕጋዊ ምስጋር ዶባት ዋሕዚ ናይ ስደት ዓዲ ምኾም ዘለኻ ሓቢሩ ነፃ ምንቅስቃስ ኣብ መንጎ ኣህዛብ እዘን ሃገራት ነቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ገበናት የወግድ ጥራሕ ዘይኮነ ንንግዲ ዘዋፍር ኣተባባዒ ክኸውን እዩውን ገሊጹ ሃገራት ኢጋድ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ኡጋንዳ እየን ኬንያን ኡጋንዳን ዜጋታተን ካብ ኣባላት ሃገራት ኢጋድ ብዘይ ቪዛ ክእትዋ ከፍቅዳን ከለዋ ኬንያ ግን ድሒራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ምስ ዝመደበሮም ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ኣጽዋርን ምስ ትነጥፍ ሶማላውያን ይተሓበር ኣሎ ብዝብል ክሲ ናይ ኬንያ ንግዝገሹ ኤርትራውያን ኣቐዲዮም ቪዛ ክሓቱ ዝብል ኣዋጅ ከም ዘውፅት ይዝከር ኣብዘን 8 ሃገራት ኢጋድ ንዜጋታት ፓስፖርት እትኽልክልን መውፅኢ ቪዛ እትኸልእን ሓንቲ እንኮ ሃገረ ኤርትራ ጥራሕ እያ حبرات هاجرات أمريكا من محدار ترام حقاو منبر فقاد زيبلون وصاتنياتات كسوغو دحر زحلفو ساني نسوغو زيغاتات مقبال زابي 4 هاجرات ناي فيزا اقدا كمز قبرلن مع كن زينا واشنطن تايمز حبيرو سبسلطان وشطاو حدنت كفل ጉዳይ ወጻይ ነዚ ናይ ቪዛ አገዳ ከምዝ ተረጋገጽሉ ዝሐበረት ማዕከን ዜና እዘን ሃገራት ግና መነመን መኻነን ኣብ ምንጻር ከምዝ ተቆጠቡ አመልኪቱ ይኹን እምበር እተን ናይ ቪዛ አገዳ ተገይሩለን ዝበሃል ዘሎ 4 ሃገራት ኤርትራ ካምቦዲያ ጊኒ ሰራሊዮን በመኻነን ዋሽንግተን ታይምስ ናይ ምንጭታት ግምታት ምጥቃስ ገሊጹ እዚ ክፍሊ ጉዳይ ወጻይ አሜሪካ ሸበራውያን ካልእ ከበት ገበናትን ዝፍጽሙ ቀሊል ንምልላዮም ዝሕግዝ ዘሎ ሓድሽ መምርሒ ክትግብሮ ምትሕብባር ዘኣቤት ሃገር ናይ ቪዛ አገዳ ክግበረላ ከም ዝኽእል ሮይተርስ ውን የገንዝብ ኩለን ሃገራት ነዚ ኣሜሪካ ወጽኢ ዘሎ ሓድሽ ናይ ምትሕብባር ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ 50 መዓልታት ክትግብረኦ ክፍሊ ወጻይ ጉዳይ እታ ሃገር ከዓ ጸውዒው ኣሎ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ንመጀመርታ ግዜ ካብ ወጻይ ካብ ዋና መደበሩ ኒውዮርክ ኣብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ክካየድ كم مخانو حبيرو راديو دمس أمريكا بعلت 24 نحس 2017 كم زحبرتو نايوت أي قداي مينستر هاجر إثيوبيا منش ذهبا حبراو أخيبا بايتوت التحورات هاجراتن كم أون حدنت هاجرات أفريقيان كلتي أن دحرخلتو صمون أب رئيس ختما إثيوبيا عدس أبا أخيبا خكايت كم مخانو تفليتو إثيوبيا جزاويت تلواتي تقبل التحورات هاجرات زخونت أب ورح مسكرمات حيزا نتي أبوم برنت كتركوا خم خنا يحبر كتسيلون قدامي مينستر هايلا مريم دسالين كم أبوم برنت أخيبا كمرحو خم خانو حبيرة كأن أجندا نايزي زجبر زلو أخيبا قداي ستا أفريقيا بحفشو بفلايك مرققا سومالين دبو السودان بمخانو خا اتزينا حبيرو كبران تخطاتلت مدمنا بأري نايلوم زينانا نوحز بلي أبزي زازمنا كابز غتسئلنا مس نفس هري يماني باريا اسكي حانتي زيما خقاوزوكم
كبران تخاتلت مدبنا إذن سمعوا صنحنا درفي وي زما وي صوعيت وي حقنيا جلصا حلوات ناي هاجرنا ناي حزبنا نفسهر يمانه نوي عمتاتيو ستيل سرحلو كويننا دينا جنا سلازي سمرنا والتي سلازي كالايتي سلمتاي مريصنا حجي اب هاجرنا خرمتلو ماي وندحان وقعيت باهيلو جن تزخف ازمرر صقم حزبنا بتميتن سأنت مدهانيتن مبرهتن ساخم زلو فايدنا جن منالواش بأملاخ كا اتي كرمت سلو زلو مسكرم كا دحر 4 معالتي سلي بحث مسكرم نأتو نعان كنزخاخركم إلناينا أقربنا لكم قدمي أقنا قداسي زينا أفتي مجمر تازبرنا بزعباني هاجر شوداني من قصة شودان حجي نهلو زلق لولاو ناي هاجرا أب إيكونومي صبوق منفس ويكا صبوق كم زلاها بسملات سراح البنتن نحكمنان كم أخان حبرت سواوي دقف 10 مليارد باجت توسخي كم تقبر حبيرة إذا خاء اتنا يسرح البنت حموش تشعت تخقد لكم مخانو قال أتيالا أقدس زخونة بناي جنزب منستر زت أوجيو كم تزبلنا يوتي أب كل سلفتات ناير يتفل اللي بحرياوي أب هاجر شودان كا اتخال أي زعبة سلفي مدرات زبهال ناي مأكل مالتيو ناتو عدوم برز نبرت فرقي كاب دقفتا وردس لزبلوا تمالي علت عسران حموشتن كاب سلطانا خم دورة تفليتو حجي حصوص قبائي نحدش تواجم كم صوعد كاي فلت زبول يوم سلزي دحري قرب دقائق ناي يمان قصيلنا دحريو أفتي أرست حبريتانا خن أتوينا
كبران تخططلت مدامنا مباري مسكرم عمبابا إلنا اللو عمبابا يقبرلنا سلازي حجي عفتي أستمهرنا خناتينا السخاء أبتحت ملكي منبار كم لمد كوس دو انت جميرهم دك سبات ملكي نور سرعات قفعي عمد دما كم معالتاوي هو تغيرو كغتصل انت خينو إذا أبها لأزي تهزب الملك كم نور تقبلو كم أكل هو تخريو انت جميرو نملغتي كابت ملكم نملغا زتقوملو أصوار نلعلي حيل زهوبهم مخانوخ آئيو زراغاقز بلك عدما حزبي نتي مسرتاو بهرياتهم سبأو حرنتهم زمان طلوم من سرعات أمين إلو تنبرك خون خيد انت خينو قدما يسأل أينا يجزع رسخا ناي نفسخا مخانكا حزبيك تفلت عليك حزبي إرترا لومي عبت مسرتاو زعسب نمان نمود سب كنفوق زي قبع ناي من قسقاس ناي مزراب ناي مولاد ناي نبرت كامونان عبز مرز كاي هايمانوت مؤمان جميركا كساب إتي دحيروز مت دمسخان مهاب ناي مسمع ناي ممراس ناي مكاب ناي بوليتيكا وحسابكا حرنتكا ناي مغلاص ناي وددر ناي ممراس مسولو تنتيقون تنفيقون تتقلي منزلو حزبي إيو كلهم ملختخا أب أفموز تبنجاز تولو دهخت إيوم كم تاز فترتهم مهتصنهم دما إتي چكانن إتي منتو أبو تهدروا حيلن مقسارن مقتالن زعلمة طرح أيوه أبزنا حيل إمنة تمركز سرعات دما لعلنا حقن ديمقراسن قدام يسألاتو غيرو سلوز وصدهم ناي حيل قانقانا يرقصات رعدن شبران كند مساريحو غيرو دهيخو أب نتي حبرة الساب كأني هديدو وي كمان مليخو أب حنقولو أسفيرو برسون دخونه تنقمامن هيوتهم زت أساسر زنت سألالو يخون حزبي إرترا إذا عاد إزيو ناب رقصت مريحو وزلو بوتهدروا عوتات حزبي عسكرو أبتحت صور ملكي كي تردو من بار كبيت بدهو عتحلو وزلو إذا خا ناي بوليسن ناي ستان سراويتن حايلن أب إيدو جبيتو أبزدلو وان كأسر كقتل كزمت كسوقو كلجس كسكل زخيل سرعات قبل عليها كم دبنا أنصلا لي الله نبله نتهزبي أبرعدن أب معلتاو هيوتون كسب أفتوشتي ناتو سدرابيس زون ناون يكاتاتو لهم زلو يحبر ناس النت عم ممسا بحوي زليلو بتبع جننت زمسا لومي دسكيلكا تأثيرو تقتلو تجاويو تباهيلو الشيء اللي زتباهلو خجبر كلهم أكايداتات أنصارو زقالوسو لو علاماتات كبرتات نادهاخي أسكيتو نرأي كم زي رأي ناسمعي خم زي سمعي انتايز قبر زلو نابرا دخنت هوت إلو تقبلوه أبكندنت دخنت فترة ملك زقالس نتي انتس سمين توفح فيحو انتس بيات تحاتيبو انتس مايو سريحو انتس هواتو خفيلو شقوق إلو زلو خلو زلو خوات أي زنبر هزبو مغاربو ولا دقو انتاي نحوارو تسيت كم سيخل أما أخل سأل أي كوينو هواتو أب علامها أب علامو كوينو إدو أب هواتو أب إدو جبتو أب تاريخ كدقم زيك على الكياتات زفت أمهز بيرترا لو مبخمي من قد يو بدقو بب غرو دد حر غرو إنا من تلن شقق إلو زت ريو نبرت إنا من زعون تعزمو بر زي بالويكا زي الزارب انتاي سقمو ملكاويان بزحات هاجرات كم جبسي كم مغابي كم اون بريسيدنت أربيشن انت تعزمنا عبيت وتهدرات قبل لا سلطان جنرالات كولونيلات زد لهم هيبو نزخونه يكون جبرتن حدك تنجرو كم نزخ حدك تنجرو تي دلهم كقبرو نتهزبي أبرعد إتيوم كأ ينابرو علو سلازخونا بار حزب إرتران سبعو خبرتو كل عال نتوعي لحديرو ممسا زي ترفلوطي بتبعلو زمرحون حانات زخونا يخون كحزون كمون مقبار زكي المتان دما دد حرف فتصامي زي كونس ككد من فتصامي تاعت إنا خده زمرح زقالي نايلوط مسرح ككايد يقبقن يدلن
كم تقال مثال انقاقحو بدقه انت هاريم كايا تسبر بوشتي انت تهاريما دما چاقو يتفطر زبحال اتي هيوت زفطر لوطي زمص كاوشت انبر كابدقه وخل كم زي كونه ناي زبحال زلو ممرحي ترى ابتوم اوشت زلو بفلاي كوا اتوم حزبي لوطي زقامتو زلو حيلتات بسمر اكبر كخون يغبا يبل سلازي كبران تخاتلت مدبنا ازين من تاي يجلس اتي حقنيا حلوات حزبنا از كل قفعن از كل انتاي تريفو نبروتو قلبوتو هي بزامص اناصنت حجي مانم زي ونن كم سب كمان فطور كنبر افتاز دلي هاجر نز كل 50 عمت قالسي ابادو بسرعه قدفن وجلؤن تچقين زلو حزبنا مفتحي انتايو بحبار مقلاص طرحيمو سلازي بخمز أجاب كم يجرنا نقلاسو أب عالمنا عنا حدش أخونا نحنا هم إرتراويان كلن عالم بز خمز مسرحيان حليفن جن أموداتها بحبار قالسي حدا دمسين هاجر حزبن سلازخونه إيو سلازي كبران تخاتلت مدبنا بأري كابز قصيلة خاني مس الأمين عبد اللطيف كجابزوكمي الأمين عبد اللطيف انتاي دبلنا دلو تازقو هيئة لبي تبل زي مقو اسكي نسمع شليل قام الهردبا قيل لا يطول أتعب أنا اللي بيبقوها يهو اللي بيبقوها أنا اللي بيبقوها يهو اللي بيبقوها أروني تحسبكم يقدر ترحبوها أروني تحسبكم يقدر ترحبوها فاتعني تحموني ويتبلع سقاية فتحدى سيكوني ينبت تلبية فاتعني جنودون جلمت باللبعية لارفع من قبلوني ويترفعوا ذنوني أنا اللي بيه يهو اللي بيبقوها أنا اللي بيه يهو اللي بيبقوها أروني تحسبكم يقدر حبوها أروني تحسبكم يقدر حبوها
يتحرق ويتبقى صبر ودي تشكي يتحرق ويتبقى صبر ودي تشكي أمين هلا قراكي مقتل وادي من محمي من دلحم مطلع سماع ومن فت بأبدي فتاي كل التكريم من أفعيت وهبي أنا اللي بيبقوها يهولي بيبقوها أنا اللي بيبقوها يهولي بيبقوها أروني تحسبكم يقدر حبوها أروني تحسبكم يقدر حبوها كبران تقطت مدامنا مباري الأمين تي مقر درفو تاريخه وزخنه سمعنا كابز قتلنا مباري نايلو من ناي تقرينيا مدامنا أبزي زازيمنا لنا كساب المسقادم بحدش مدام النراغب سنايكني صبق سنبت قبر لنا ندبلنا أمنا عرب مدامنا دحر قروب سكن خطوكمي الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية التي تبث برامجها بكلا اللغتين العربية والتجرينية من السويد. إذاعة صوت الحرية على FM 88 للمستمعين داخل السويد أو على موقع الإذاعة للبث المباشر راديو otta.new. جدول برامجنا المعد لهذا اليوم هو كالآتي: نبث مباشرة كل سبت من الساعة 1 حتى الساعة 2:15 بالتجرينية والعربي. إذاعة صوت الحرية من أجل توعية شعبنا والحفاظ على القيم الإريترية وزرع البسمة والحلول الاجتماعية والتحديات الثقافية التي يمر بها شعبنا في السويد والمهجر عامة. أما الآن أترككم مع برامجنا المعد لهذا اليوم. أولا الأخبار لهذا الأسبوع، من ثم قناة إريتريا هادفة مقال الأسبوع وهو اللاجئون الإريتريون، معاناة بدأها الاستعمار اللوسبي ولا زالت مستمرة. متابعة طيبة مستمعينا الكرام، والآن إلى الأخبار بعد هذا الفاصل.
أوبسالا استضاف المؤتمر السنوي ل EBDB في السويد 19 من أغسطس 2017. عقد أول فرع من الحزب الديمقراطي الإريتري في السويد EBDB مؤتمره السنوي في مدينة أوبسالا الشهيرة أكاديميا تحت شعار النضال القائم على القانون يضمن النصر من قضيتنا. استمع المؤتمر السنوي للفرع الذي افتتحه الترحيب بملاحظات رئيس الفرع الحالي الدكتور هابتميشيل تخلة إلى رسالة تضامن المؤثرة التي بعث بها رئيس منطقة جميع أنحاء أوروبا السيد إسحاق ولدماريام. كما قدم السيد قلتا رئيس فرع EBDB الذي حضر المؤتمر على مستوى المراقبين خطابا ملهما وصف فيه التحديات التي يواجهها الشعب الإريتري ونضاله من أجل مستقبل أفضل، وحث المشاركين في مؤتمر أوبسالا على مواجهة تلك التحديات بعزم مضاعف على الفوز. ناقش المؤتمر السنوي للفرع الذي استمر لمدة 4 ساعات القضايا السياسية والتنظيمية والمالية المتعلقة بالفرع وأدائه في كل قطاع من قطاعات النشاط. كما استغرق المؤتمر وقتا لمناقشة السبل الفعالة لتنفيذ برنامج العمل المستقبلي والأهمية القصوى لكل عضو في أن يفهم تماما البرنامج السياسي للحزب والدستور. كما نوقش وأثنى على ذلك الاهتمام المتجدد الذي قدمه البرنامج المشترك للعمل المشترك مع المنظمات الشقيقة في معسكر المعارضة. كان ينبض بعناصر مضللة عازمة على الطمس غير الضروري على هذا الحزب الجليل وقيادته الملتزمة والثابتة، وأكد مجددا دعم أعضاء الفرع للمجلس المركزي لEBDB واللجنة التنفيذية. واختتم المؤتمر السنوي الأول للفرع بعد اعتماد خطة العمل المقبلة وانتخاب رئيس فرع جديد لمدة سنة واحدة. EBDB يحث روما على البحث عن مأوى للاجئين الإريتريين والأسبين. في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنجلينا ألفانو يوم الجمعة 25 من أغسطس 2017، أعرب الحزب الديمقراطي الإريتري EBDB عن صدمته وحزنه إزاء الإخلاء المفاجئ من مأوى مؤقت للاجئين الإريتريين والأسبين، وحث الحكومة الإيطالية على معالجة المشكلة على سبيل الاستعجال. وأشارت رسالة الحزب إلى أن هذا العمل يحزن بشدة الكثيرين من الإريتريين الذين لا يزالون يعتبرون إيطاليا أقرب لهم من بقية أوروبا بسبب العلاقات التاريخية. كما ذكرت أنه على رأس التزام القانون الدولي بحماية حق اللاجئين تتحمل إيطاليا مسؤولية أخلاقية تجاه إريتريا وشعبها المعاناة. ووردت تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 800 شخص بمن فيهم الأطفال والأمهات ألقوا من مبنى بالقرب من محطة سكة حديد ترميني في روما، حيث استولى على المأوى منذ عام 2013. تحقيقات بمقتل مدنيين في قارة أمريكية بالصومال. تحقق الولايات المتحدة والصومال في مقتل 10 مدنيين خلال عملية مشتركة نفذتها القوات الأمريكية وقوات الحكومة الصومالية في بلدة كانت تسيطر عليها حركة الشباب المجاهدين. وكان هؤلاء المدنيون قد قتلوا أمس الجمعة في قارة جوية شنتها القوات الأمريكية وقوات الحكومة على شبل السفلي جنوب الصومال، والتي كانت تحت سيطرة حركة الشباب حتى وقت قريب. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن علي نور محمد نائب محافظ منطقة شبيلي السفلي جنوب البلاد قوله إن القارة الجوية التي وقعت الساعات الأولى من صباح الجمعة استهدفت مزرعة على مشارف بلدة باريري في المنطقة. وأضاف: ما زلنا نشعر بالارتباك بسبب قيام القوات الأمريكية بهذا العمل الرهيب الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 10 مزارعين، وأن القارة نفذت بدون علمنا. وعقد أعيان البلدة مؤتمرا صحفيا في مقديشو أمس عرضوا خلاله 9 جثث بينما جثة طفلين، مؤكدين أن القتلى جميعهم مدنيون، وأن عناصر الجيش الوطني قتلوهم بدم بارد في باريري حيث كان يرافقهم مستشارون عسكريون أمريكيون. ماكين يدعو للضغط على مصر بشأن حقوق الإنسان. رحب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري جون ماكين بقرار الرئيس دونالد ترامب حرمان مصر من جزء من المساعدات السنوية لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وقال ماكين في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي إن من الواضح أن مصر لم تلب المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان التي وضعها الكونغرس من أجل منح المساعدة السنوية. وأضاف أن الحد من تمويل الحكومة المصرية ضروري لضمان التزامها القاهرة بالتعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي. ودعا السيناتور الأمريكي الرئيس ترامب لمواصلة الضغط على مصر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن على ترامب المطالبة بالإفراج الفوري عن 20 مواطن أمريكيين محتجزين ظلما في السجون المصرية حسب تعبيره، كما حث على بذل كل جهد لإقناع الحكومة المصرية باحترام التطلعات المشروعة للشعب المصري. جهود عسكرية لإزالة الأرقام القديمة من المياه السويدية. تقوم 5 سفن تعدين عسكرية سويدية حاليا بالبحث في بحر أولاند عن الأرقام القديمة المزروعة في المنطقة خلال الحرب العالمية الأولى وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع السويدية. وكان العمل قد بدأ قبل عام في المياه الواقعة بين أرخبيل ستوكهولم الشمالي وأولندا ولا زال مستمرا. بحسب بيانات الوزارة فإن ما يزيد عن آلاف لغمة وقع في المنطقة خلال الأعوام 1915 و 1916 من قبل روسيا لحماية التجارة بين الموانئ السويدية والفنلندية من الهجمات الألمانية. ويتم تحديد موقع الأرقام باستخدام السونار الذي يمكنه الكشف عن الأشياء الصغيرة جدا في الجزء السفلي من المحيط. وقال مدير سفينة HMS ستروك مارتين بلومفيكس للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع إن هناك تحديات كبيرة تعترض العمل، جزء منها متعلق بالعمق الذي تتواجد فيه تلك الأرقام والذي يزيد عن 100 متر، كما أن الجزء السفلي من البحر هضبي متموج، بالإضافة إلى أن الطقس حساس في المنطقة، كما أن البحيرات العالية تعيق عمل المركبات داخل المياه. تعاني أسمرة والبلدات المجاورة لها من نقص مياه الشرب. ذكرت مصادر راديو إيرنا من العاصمة الإريترية أسمرة والبلدات المحيطة بها قلق بسبب نقص مياه الشرب. وذكرت المصادر أن مياه الشرب كانت قليلة الإمدادات منذ أشهر، وإن الإدارات المحلية تقوم بتدبير للسكان البرميل الواحد في الأسبوع. ويقال إن الناس ينتظر إليه في خطوط طويلة في الشوارع للحصول على المياه المقننة. على الرغم من أن تكلفة برميل المياه قد حددت لتكون 10 نقفة تقدر 65 سنت دولار أمريكي، هناك أوقات يباع فيها 50 نقفة تقدر $3 و26 أمريكي. وأفيد أيضا بأن هذه الحوادث لا ينظر إليها عادة في أسمر والبلدات المجاورة لها فحسب، بل أيضا في البلدات الشمالية الغربية مثل كرن. وإن ممثلي الحزب الحاكم في البلاد ينكرون هذه الادعاءات قائلا أن الشعب الإريتري لديه إمدادات كاملة من المياه نتيجة لمشروعات بناء السدود من قبل الحكومة ومقدار الأمطار التي حصلت عليها البلاد في الصيف الماضي. اعتقلت قوات الأمن الوطني الحكومية رجل يبلغ من العمر 85 عاما في المنطقة الفرعية عالدخالة. ذكرت الأنباء أن قوات الأمن القومي التابعة للحكومة الإريترية اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 85 عاما و10 شيوخ آخرين في بلدة جيبين في جنوب منطقة عالدخالة. وفقا لما ذكرته مصادر راديو إيرنا من البلدة، تم القبض على الشيوخ بينما كانوا متورطين في عملية وساطة في نزاع عن ملكية الأراضي المبلغ عنه، والذي شارك فيه أحد كبار ضباط قوات الأمن في المنطقة. وأن أوامر القبض يزعم أنها جاءت من الضابط الأقدم المعني، وكان هناك شخصان الذين ألقي القبض عليهما أولا بعد أن حاولا التدخل في الوساطة. وأضافت المصادر أن بقية الشيوخ اعتقلوا عندما يحاول الاستفسار عن 2 من زملائهم من البلدة. ويقال أن جميع ضحايا الاعتقال الذين تزيد أعمارهم هم عن 60 عاما نقلوا إلى مراكز احتجاز مثل حلحل، قحتلاي وعدابيته منذ اعتقالهم منذ شهر. إصابات في عملية الطعن بلندن بروكسل. أصيب شرطيان بريطانيان مساء الجمعة في عملية طعن أمام قصر بنغهام بالعاصمة لندن، واعتقل منفذها، كما جرح جنديان بلجيكيان في عملية مماثلة بالعاصمة بروكسل، ولقي منفذهما حتفه برصاص الشرطة. وقال شرطة لندن في بيان إن الشرطيين أصيبا بجروح طفيفة في ذراعهما وتلقيا العلاج في موقع الهجوم.
وأضافت أن المهاجم اعتقل بحوزته سكين للاشتباه فيه بالتسبب بأضرار جسدية ومهاجمته الشرطة، ولم توضح الشرطة على الفور ما إذا كانت الحادثة عملية طعن مرتبطة بالإرهاب. وتحدث شهود في تغريدات عبر تويتر عن أن المهاجم كان مسلحا بسيف، ونشروا تسجيلات مصورة ظهرت فيها سيارات للشرطة أمام قصر بنغهام الذي أغلقت الطرق المؤدية إليه. استقال مستشار آخر في إدارة ترامب. أفادت وسائل إعلامية أمريكية إن سيباستيان مساعد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي قدم استقالته من منصبه. وقالت مصادر مطلعة إن استقالة قورغا كانت متوقعة عقب استقالة اليمين ستيف بانون قبل أيام من منصب كبير مستشاري البيت الأبيض. وأضافت المصادر ذاتها أن استقالة قورغا تأتي أيضا بتدخل مباشر من الجنرال جون كيلي الذي قادر منصب وزير الأمن الداخلي ليشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض، ويقرر طرد مستشار الرئيس للقضايا الاستراتيجية ستيف بانون. ونقلت الوكالة رويترز عن تقارير إعلامية أمريكية أن قورغا عبر في كتاب استقالته عن عدم رضاه عن إدارة الرئيس، وقال كنتيجة لذلك فإن أفضل طريقة كي أقدم لك الدعم سيدي الرئيس هي من خارج البيت الأبيض. وكان قورغا 46 عاما قد اتهم من قبل معارضيه بإقامة علاقات مع مجموعات من اليمين المتطرف في وقت شكك آخرون بمؤهلاته في مجال مكافحة الإرهاب. يوم حنام فجرات
كم فاس مريض قبلك تبكيا كي مروت ديبكاي نخيا أقبلو ميدان إريتيا نحسب كل أجني الذي بجوا ألدا نحسب كل أجني الذي بجوا ألدا عدو يأمر والسبو بكل جلتدا تحمى يأمر إريتا واللي وداي مرحتنا قبيت خرابو أبدا واللي وداي مرحتنا قبيت خرابو أبدا شعب نفتك عندك بكل تغلو حتى أصل يومي دنك عليه راني تدخل عليه تمشي تتوالي راني تدخل عليه تنو عليه تمشي تتوالي كنا مع الفنان يماني قبر ميكائيل بلغة التيغري. والآن إلى مقالنا بعنوان اللاجئون الإريتريون، معنا بدأها الاستعمار الأسبي ولا زالت مستمرة. دعا كاتب وباحث في الشؤون الإريترية الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية ذات الصلة بمتابعة أوضاع اللاجئين في العالم إلى الوقوف إلى جانب اللاجئين الإريتريين في السودان ودعمهم لتوفير مقومات الحياة الضرورية ومساعدتهم في توفير البيئة الاقتصادية والأمنية والسياسية من أجل عودتهم إلى ديارهم. وأوضح الكاتب والباحث المختص بالشؤون الإريترية عبد القادر محمد علي في تصريحات مكتوبة له يوم الأربعاء أرسل نسخة منها لقدس برس أن اللاجئين الإريتريين في شرق السودان ما زالوا يمثلون بعد نحو نصف قرن من قصة اللجوء الفصل الأكثر مرارة في حكاية اللجوء الإريتري. وأشار إلى موجات اللجوء الإريتري الأولى عام 1967 كانت نتيجة مباشرة لتطبيق المستعمر الأسبي سياسة الأرض المحروقة مستهدفا إقليمي القاش بركة وغربي البلاد المحاذين للسودان، لكونهما شكل الحاضنة الشعبية للثورة الإريترية ضده ذاك. وأضاف بحسب الداخلية السودانية حينها فإن أعداد الموجة الأولى وخلال الأسبوع الأول فقط قد بلغت 30,000 لاجئ، ولم يتوقف منذ ذلك الحين تدفق اللاجئين إلى السودان، خاصة بعد أن شملت حركة اللجوء كامل الجغرافيا الإريترية حتى تجاوزت أعداد اللاجئين وفقا لبعض المنظمات الإغاثية 1,000,000 نسمة في ثمانينيات القرن الفائت والتسعينيات يقيمون في عدد كبير من المعسكرات تقلصت إلى 14 معسكرا. وأشار عبد القادر محمد إلى أن تحرير البلاد وإعلان دولة إريتريا 1993 لم يمكن اللاجئين من العودة إلى موطنهم بسبب غياب التنسيق والتعاون بين الحكومة الإريترية والأمم المتحدة، وعدم وجود الوسائل والإمكانيات التي تساعد اللاجئين على الاستقرار والعيش في وطنهم. وأضاف المعوقات أمام عودة اللاجئين الطوعية مرتبطة جزئيا بعوامل سياسية تتعلق بالخوف من الانتماءات السياسية لأعداد كبيرة من اللاجئين إلى تنظيمات مناهضة للجبهة الشعبية الحاكمة إبان الكفاح المسلح، كما أن الأخيرة لم تعمل على تشجيع تلك العودة خوفا من تغيير التركيبة السكانية في البلاد، نظرا إلى أن الجزء الأكبر من هؤلاء اللاجئين من العناصر وعودتهم ستعيق عملية التغيير الديموغرافي التي أتاحت للسلطة في
في ظل قيامهم الاستيلاء على كثير من الأراضي وتمليكها لعناصر قريبة عن تلك المناطق، مما يهدد بانفجار مستقبلي، بالإضافة إلى تخوفات أسمر من تأثرهم بأطروحات التيار النشط في السودان. من زاوية أخرى فإن ذلك صب في مصلحة الخرطوم التي ترى من اللاجئين الإريتريين رديفا سكانيا مطلوبا في معادلة عرب أفارقة التي تروج اليوم في مناطق مختلفة من السودان كدارفور، مما جعلها تتساهل في منج الجنسية لأبناء هؤلاء اللاجئين بكل ما في ذلك من تهديد لهويتهم الوطنية. وأشار عبد الغادر إلى أن من المفارقات أن ما بعد الاستغلال شهد ولا سيما بعد 2004 موجات نزوح عالية باتجاه السودان قلب عليها العنصر الشاب هربا من خدمة العلم التي لا ترتبط بمدة محدودة عمليا في إريتريا. فبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن الأشهر العشر الأولى من عام 2014 شهدت لجوء 1701 إريتري إلى السودان، مما زاد من معاناة المعسكرات الهشة أصلا. ورأى أن ما يزيد من معاناة اللاجئين الإريتريين هو إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين رفع يدها عن دعم معسكرات اللاجئين، مما أدى إلى انتقال العبء إلى حكومة السودان التي لم تسعفها مواردها الضعيفة أصلا في معالجة تلك الأوضاع المعقدة إنسانيا. يذكر أن دولة إريتريا التي نالت الاستقلال عن إثيوبيا عام 1991 يحكمها الرئيس إسياس أفورقي الذي تولى رئاسة الحكومة منذ الاستقلال عن إثيوبيا، ولا توجد انتخابات ولا يسمح بإنشاء الأحزاب. ويعد حزب الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة الحزب الوحيد في البلاد، ولا يسمح لأي كان بإنشاء حزب. وقد تولى هذا الحزب إدارة الحرب التي دارت الحرب حتى استطاعت إريتريا نيل الاستقلال. وقد وقع انقلاب عسكري احتلت فيه قوة من وزارة الدفاع الإريترية مبنى وزارة الإعلام، ولكن النظام تمكن من القضاء عليها، وكان ذلك في مارس 2013. وتشكل إريتريا جغرافيا عمقا استراتيجيا مهما لكل الدول المطلعة على البحر الأحمر باعتبارها البوابة الجنوبية المشرفة على مضيق باب المندب. وفي الختام إن كان لديكم رأي أو مشاركة يمكنكم طرحها عبر التواصل معنا أو تحت الهواء عبر تلفوننا 03-12-61-090 من داخل السويد. أما من خارج السويد فمفتاح السويد هو 0046. كما يمكنكم أيضا مستمعينا الكرام الاستماع للبرامج السابقة عبر حرنت.org أو عبر قناة الإذاعة في اليوتيوب دمتي حرنت. ولا تنسوا الاشتراك لكي يأتيك المزيد في نهاية كل أسبوع.
أما الآن مستمعين الكرام، قد وصلنا إلى ختام برامجنا بالعربي والتقرنية الذي عد لهذا اليوم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sana tiene nafsi abishi